واحفظ وطننا وحدودها وانصر ضباطه وجنودها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أرحب فيكم جميع بهذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك عند معزبنا سلطان الجلعود أبو مرشد، ويقولون الرجال ضيف الغانمين يهلي ويرحب، ومن هالمنطلق هذا رحب فيكم جميع، وأقول الله يبارك بمعزبنا الليلة صاحب قناة الشامخ، وهذه من عوايده جمعة الغانمين والوجيه الطيبة شرواكم. الليلة معنا شعراء كبار وقامات، ومعنا من رجال المجتمع ما نفتخر بهم، وكلفنا الليلة من أبو مرشد الله يبارك فيه أن ندير الحوار، وودنا الجميع يشارك، وحنا الليلة فخورين جدا أن السلطان النحاوي موجود معنا الليلة، الله يبيض وجهه على هالجية، وهو وافي ولا نستغربه منه. والأول يقول الطيب ما نستغربه منها للطيب، ألي لهم في منبع الجود خبرة، أوسع على الأجواد من فيض تشعيب، وضوق على نذال من خرمة الإبرة. فالوفا ما نستغربوا من الوجيه الطيبة اللي حضروا الليلة. شاعرنا الكبير شاعر العليا الشاعر منصور الرويلي. قبل قصيدة الشرقية اللي أنا من خلال البحر أهديها لكم، أهدي بيتين بأخوي أبو مرشد، أهدي بيتين حقيقة بأخوي أبو مرشد، يستاهل القصيد الجزل والعلم. سود الله وجه الردي يا خوي، سود الله وجه الردي يا خوي، وبيض الله وجهك كثر ما انت عظيم. شروه الجيم. سود الله وجه الردي يا خوي، وبيض الله وجهك كثر ما انت عظيم. من كثر ما شربتك ما بغيت ارتوي، ويش اسوي بطيبك يا الجواد الكريم. بيض الله وجهك عند كل بدوي، ويجعلك عند كل الناس رجل حشيم. يا الخوي يا الخوي المستحيل السوي، وانت كلك محال لا اعرفك الفهيم. اعذر الصاد قال لي للتوالك لو يتلي شك سهم الحياة السقيم. ذا هو الوقت كم مرة طواني طوي، ولا ذكرت الذي شرواك فيها استقيم. يا صدوق إذا ذيب الضلوع يعوي، ما اختبى عن صياحه مثل بعض الحريم. أنت عزمك قوي والله عزمك قوي، وأنا والله قوي بالإله العظيم. وسود الله وجه الردي يا خوي، بيض الله وجهك كثر ما أنت عظيم. يقولون البحر أعذب قصيدة لو تغني به، وأنا أقول يقولون البحر أعذب قصيدة. تكرمني بقى. لا بيض الله وجهك. يقولون البحر أعذب قصيدة لو تغني به، وأنا أقول القصيدة أعذب بحر والشام خولابه. إذا إني شاعر يخسر مع الشعار ترتيبه، إذا إني شاعر يفرض على الشعار ترتيبه. يكفيني شعوري دافعي والواقع أسبابه. قصيدي لو يسافر بالحزن والجرح تغريبه، موانيها المحبة تبتسم لحن لترابه. يسوق خاطري والساحل الشرقي معازيبه، ترحب بشطوط البال والهاجس تغنابه. لأني مغرم بالساحل الشرقي وما ريبه. أحب الحب لجله وأعشقه وأموت وحيابه. أنا أحب السواحل كلها والشرق ما ريبه، لأنه ساحل يرسم سواحل عشق بغيابه. مدامه ساحل جزره غرام ومده الطيبه. قصيدي له فضا فيض المعاني له كتابه. بحر يلي مدادك شوق ومواجك مناديبه. على جالك تسوق العشق لأحبابك وتزهابه. سلام الله على موجك عقب ما طالت الغيبة. سلام العاشق اللي
سلام الله على موجك عقب ما طالت الغيبة، سلام العاشق اللي بعد ياسه صادف أحبابه. أنا جيت أشرح شعوري عن اللولو وهذريبه، أعيش إحساسي اللي شايله من نجد وسلابه. أنا جيت أتوقع حرفي المجروح، أنا جيت أتوقع فكري المجنون وصخيبه. الميعاد الهجوس اللي غدا بالي لها غابة، خوي الصبح يا ليل الهوى وين انت سريبه. على هونك ترى الشاعر وطن لا ضاقت ثيابه. يقولون القصيدة أعذب بحر، يقولون البحر أعذب قصيدة لو تغني به، وأنا أقول القصيدة أعذب بحر والشام خولابه. عشت. هذه القصيدة اللي من حفظها ما أحب حتى أقولها. بارك الله فيك، ما قصرت. سلطان النحاوي القصص اللي معه عذبة كعذوبة شعره، فودنا نسأل سلطان عن بعض القصص اللي صارت له ولا زالت باقية في مخيلته ومؤثرة فيه، وأكيد أنه بحر من القصص اللي صارت له ما عليك زود. بارك الله فيك، تفضل. لا هند. نبي قصته مع قصيدة، خلنا مسكونا كذا نكتب. الله خلص. والله القصص واجد، بس بعضها ما تحضرني وبعضها رحت أنا وبندر. أنا أكثر قصصي وروحاتي وجياتي مع بندر رحمه الله، الشاعر بندر بن سرور الجسامي العتيبي رحمه الله بعزته وجلاله وكل أموات المسلمين. رحنا الرجل اللي قال له علي محمد العلي بنين ونبغى لنا من عنده حاجات ولا حصلناها، قال بتركيا وأنا تبوني أروح معكم حق 40 دينار. أنتم معكم جوازات؟ حنا ما معنا جوازات، حنا شحاتيت ما معنا شيء. طلعت برفيجي قال الله الله كلنا معنا جوازات. راتب الرجال بيننا ومشينا، ويوم أننا دخلنا قطعنا الحدود العراقية يمين المركز يمين، قال بندر قال لا إله إلا الله يا بن علي. قطعنا الحد التركي ووصلنا الرجال، تغيرت أخلاق رفيجنا، ويوم تغيرت أخلاقه علينا اللي والله وصلنا الرجال وش عند، قال ها الرجال هذول يبغون كذا وكذا، حصلنا حاجاتنا وخذناها وعودنا. ويوم قطعنا الحدود ودخلنا العراق اللي والله رفيجنا يوم تغير وضعه، اللي والله يوم ضحك كل والله جوازهم مخباته. يوم وصلنا محله ونزلناه ونعطيه 40 دينار، قلت يا ابن علي، قال نعم. قلت ما نستحيج الجوازي يما قطعنا من ديار خلية. قال بندر ابن علي، قال نعم. قال بيديرة في هضبة له محاجي دار خلا فيها حياة ومنية. قلت أنا شرق من الأرمن وغرب بنجازي، جنوب من شاقور دون الحنية. قال بندر لو هني من شاف دار الحجازي وبدل دياره في ديار أجنبية. قلت يا بندر ابن سرور ما من مجازي، داري ودارك يا العتيبي وبية. قال يا فارس الدنيا اسمي فارس بالديار ذيت، يا فارس الدنيا طمان ونواجي عيت سانع بين هذه وذيه. قلت نصبر لعل الوقت يجي عزازي، وكلني رحب يوم شاف المطيه. قال ما ظن دنيانا تجي بلي عازي، كم بجدت زدامنا من سريه. وسلامة الجميع. صح ابدانكم. صح لسانك يا ابو غانم، الله يبارك. ما ادري من معنى، يمكن ابو مرشد يعرف الا يعلم عليهم، بس الشر لي عليها. الله يبارك. لا أنا أعفان. أنا أول شيء الله يرحمه أبو عدي في قصيدة أنا قريبة لنفسي، اسمحوا لي أقدمها. أنا ما مدحي صدام حسين في القصيدة هذه، أنا أقول قصيدة اللي قبلها أقول الرافضة قاموا عقب موت صدام. معي؟ أهدافهم تبقى غاياتهم تبقى على مر الأيام، وأهدافهم زرع الفتن بالخفايا. الله يا ذيك الليالي والأيام كانت العشاق لها والعذب راحة، صحيح فيها نقص في فهم الإسلام لكن بها عفة وصدق وسماحة. كان الزمن يحيي بنا وصل الأرحام، وصدورنا كانت للإيمان ساحة. كنا نطوف الأرض حافين الأقدام، ومن طيبنا نزرع للأجيال
واحة، كنا بشر تفكير وارواح واجسام من قبل عصر العولمة وانفتاحه، واليوم من رحلة يمنى إلى الشام تضيق بعيون الكريمة المساحة. من يوم صار السيف بيدينا الأقزام صرنا نشوف الماء ونشرب. من يوم صار واليوم من رحلة يمنى إلى الشام تضيق بعيون الكريمة المساحة. من يوم صار السيف بيدينا الأقزام صرنا نشوف الماء ونشرب ضحاحة. أول نهايات العرب موت صدام، بأول نهار العيد تنزف جراحه. صارت مراجلنا تصاريح وإعلام، وريال يدفع الأغنيات بوقاحة. أيامنا تغريب وأحلامنا يتام، وأرواحنا لبشع جريمة متاحة. اللي بنى مدري النهاية تنتظر عفو الإعدام، ولا بداية مجدنا مستباحة. اللي بنى بالقاهرة برج الأهرام، بسويسرا سوى مناطق سياحة، وحنا نصيح وكل ما حولنا صنام. يلا دخيلك مات صوت الصراحة. اليوم ملينا مواعيد الأوهام، ما عاد باقي بصدور انشراحه. قولوا معي ما دام هالواقع الزام، يسعد مسا الظالم ويسعد صباحه. هذا المليك المفدى بالمقام الرفيع، هذا شموخ المجد في راس السنام. روس تعاند عند غيره، روس تعاند الغيره عند راسه تطيع، في كلمة الطيب ولا بحد الحسام. سلمان رمز المكارم والمزايا جميع، اسمه معلق على صدر المفاخر وسام. من دون حد المملكة حصن منيع، مردد طيب ساسه من خوار وعمام. ليث مضرة على الهدات ما هو تبيع، حر اليسد الجناحه طاح فرخ الحمام. ما يحني الهامه إلا للعظيم السميع، من فوق سجادته للمتقين الإمام. ما يشبه من فصول السنة غير الربيع. من ساس وايل زعيم بحرب ولا سلام. سلامتكم. لا باس يا روح انشكت ما وطاها، ولا باس يا عين تزايد غرقها. هل الدموع الصد لا منتهى، سبت وليفة يوم قلبها عشقها. لو ان نفس الشخص تلحق مناها، ما كان هجوس الضماير حرقها. يا صاحبي ما دام عكر سماها، وشمس من الهجران غيب شفقها. جنب طريق الغادرة لو غلاها، يصحيك من غالي منامك وفقها. والجربة اللي حان موعد طلاها، لو تنطلي عرق الجرب ما عتقها. ما حركت شم الرواسي هواها، والمعجزة حنا لها ونعشقها. والتايه اللي صيدته ما لقاها، فرقاه قبل الشمس يبدي شعقها. سقت الهدايا من المهار ونساها، ملك المشاعر بالفكر ما سرقها. بعض العرب تطرف عيونه هداها، يقولها اللي كل سكها طرقها. لو طالت السكة وراها والناس عز نفوسها من عرقها. كم لحية تدفع ضريبة غباها، وكم بندق ما ثار منها طلقها. وكم شامخة هزت رجال بحلاها، انفاسها ريح الخزامة عبقها. يفداك نبض اعماقها من غلاها، حرف عشق روس الطوال وسلقها. خسران دوار المكاسب معاها، مدام راس المال خرم حلقها. من دار خملات الرفاقة لقاها، ومن صاد لصيده تيدم مرقها. الصدق ضاع من البشر وش بلاها، يهد صدر السالفة من شنقها. ناس تذير من خلاها بخلاها، ما تسمع إلا شهقته لا شهقها. وكان المعاني ما وصل مستواها، ينهج يدور من التي يعتنقها. ربعي الويلان لهم حق علي، وكاتب فيهم ديوان. بختصرها كلمتي لا قلتها كذا دون عصمان الشوارب واقفين. ربعي الويلان يا العزوة، لذا اعتمد بالله رب العالمين. ما علينا من طهابيل الهذا، سارقين الضوء خالين اليدين. والأدب ذاك الشموخ الجهبذا، في مجالسنا على المركة اليمين. هكذا حنا ونبقى هكذا، علم اللي بالمعاني طامعين. روسنا للمرجلة نبض وغذا، من خلقنا الله وحنا شامخين. والوطن لأرواحنا نفحة شذا، ريح ورد ريح حيل وياسمين. إن عطانا وقت، إن عطانا هالوطن، إن عطانا وقتنا ولا خذا. المواطن للوطن كنز ثمين، ما درينا كان مقصدهم أذل. حكام الجزيرة منصفين، يا بن وايل لجل راسك حبذا، ياصلهم من راسي علم اليقين.
وبأسمع كلمة من الإعلامي أستاذ القدير صبار العزي. أول شيء مساكم الله بالخير جميعا. والحقيقة أنا أخوي سلطان الجلعود له أفضال علي، كل ما تصير عندي مناسبة وندعيه يكون من أول الحضور. السلام ورحمة الله. وأمره لم يقتصر علي أبدا، أي مناسبة عند الربع من أول الحضور ومن أول المشاركين. والحقيقة دعانا وقال عندنا مناسبة ومناسبة خاصة، قلنا نبي نفاجئه بالجية. جميل. أما من ناحية الشعر والشعراء والأخوة المتواجدين، أنا والله يوم شفت هالرجال اللحية الغانمة، هذا هو التاريخ. أنا ما عندي شيء، هذا رجل له قصص مع بندر بن سرور ومع ورنس بن شعلان ومع شيوخ عنزة، نبي نسمع منه، ومع شيوخ القبائل الثانية. الله يطول بعمرك، الله يطول بعمرك. أنا أتشرف والله. أنا ماني جاي إني أقول شعر، لكن أتذكر هزاع الحمادي من الرولة، الله يغفر له، رجال لحية غانمة وعلمه سابقة، والرجال هذا محب للكل. ويوم من الأيام زرنا منطقة الجوف، والرجال أصر إلا نزوره، وكان جدولنا شوي يعني مزحوم واعتذرنا منه. وصلت الرياض ولا هو مرسل لي قصيدة أتمنى أني حافظها بس. يقول: أرجوك يا صبار يا موفق الخير، أطلبك وقوالي عليك استماعة، توافق على المسيار ومعك مسايير، أنت تعرفهم من كبار الجماعة، وحياة من صورك بالرحم تصوير، وحدد أجلك ورزقتك وانقطاعه، مالي مصالح بالشقة والدنانير. ما أدري وش يقول، نكن لك بالقلب حب وتقدير، حب حقيقي ما يصنع صناعه. طويلة القصيدة بس يقولوا العذر من الأبيات وعن كل تقصير الكامل الله بالوفاء والشفاعة. قصيدة طويلة ومن سنين، وزين إني حافظ بعض منها. ورديت عليه أقول: هات القلم نكتب جميل التعابير، أبيات شعر صغتها في وقاعة، أقولها ما هي تسلف من الغير، نظم الضمير وفيض عذب دفاعه. أبيات شعر مدري يقول بالميهاب المخاسير، هزاع أبو ممدوح جزله طباعه، الوائلي بالطيب فاق المعايير، يطلب زيارتنا وحنا ذراعه، حنا نتشرف برجال المشاهير، والحر مثلك شاقنا بارتفاعه، أجيك مع ربع وجيه مسافير، ووامرك يا شيخ عندي مطاعة، يا القرم شخصك من رجال بواتير، وانت جمعت المرجلة والشجاعة، من ساس قوم بالمراجل مساطير، أمجادهم ما هي دعاوي وشاعة. ما أدري وش أقول، وعهد نجي لك مع طلوع النواوير، وموعد ونبغى موعد منك نبغى سماعة. الله يغفر له، زارنا بالرياض وزرناه بالجوف، واستمرت العلاقة إلى أن توفى، والآن العلاقة بيني وبين عياله، والحمد لله الحياة مستمرة، والدعاء له واجب. اسمه هزاع الحمادي من خيرة الرجال، من الرولة من عنزة، الله يسلمك. لكن أنا بالنسبة لي مكسبي شوفتكم، ومكسبي الثاني زيارتكم باسم أخوي أبو خالد وباسم أخوي أبو فهد للرياض، وشوفتكم في ملتقى الولاية الثقافي والاجتماعي، لأنه هو البيت اللي يجمعنا. وسعيد بشوفتكم جميعا، وأتمنى أن نلتقي على الخير وعلى المحبة. أبدا، أنا وأنت شيء واحد، الله يحفظك. أبدا أبدا. وترى الأغلبية نعرفها بأسمائها بلان علمها بطيب، واليوم الفرصة أن اسمحت لنا نشوفها. وهذا أخوي أبو طفلة، خوي درب ولحية غانمة، شاهر المضياني، والله ما هو مجاملة، والله مو جاملة. أقول بقصيدة لي بيت والله ما أدري حافظ، نادر تلاقي واحد مثل شاهر، يكرم ويعطي من غوالي حلاله. وهذا أخوي إبراهيم
أبو فهد المعزي بن الحسيني من السلقة من العمارات. رجال إن أول حياته يشتغل بالصحة وعنده مستوصف اسمه مستوصف الرحمة، وبعدين باعه والتفت لربعه وبالشركة وفي مقدمة ربعه. يا ربي لك الحمد. وسعيد بشوفتك. الأخ منصور ما رايح ما رايح أقول عنه شيء، لكن هو يعرف غلاه عندي. شكرا لكم جميعا. شاعرنا الكبير شاعر العليا الشاعر منصور الرويلي، ومطلوب منه قصيدة من ديوانه، ديوان عنزة. دواوين أصدرت أنا 4 دواوين الماضية، كاتب شيء جديد إن شاء الله يليق بها الجهة الفليحة. والديوان الخامس الجهات ال4 راح ينزل شركة بعاد الفنون، وراح ينزل إن شاء الله بعد شهر، وحصري مع كبار المنشدين. أي صوتي مع كبار المنشدين، وحصري إن شاء الله يكون لقناة الشامخ. في بيتين حقيقة، في لجنة إصلاح ذات البين، لهم مواقف مشرفة ولهم مواقف عظيمة. فكان معي تواصل من الجوف. طبعا الجوف هم لجان في الشمال، في الجنوب، في الرياض، فطلبوا مني أبيات. يعني حقيقة كان في حفل ولكن تأجل، تعرف الأحداث اللي صارت في شهر 6. بيتين فجزاهم الله خير، حتى اللي يدعمهم جزاه الله خير. إصلاح ذات البين، وابشر يا سنعوسي وليهم الحضري. إصلاح ذات البين وقفة عظيمة، من قام فيها يكسب الأجر والخير شرواكم بهالوجيه. إصلاح ذات البين وقفة عظيمة، من قام فيها يكسب الأجر والخير مسعى للنفوس الكريمة اللي تشع وجيها بالتباشير. كمصلحة وبين الغريم وغريمة، كم ساعد ومديون واحتضن وسير، كم امسح ودمعة يتيم ويتيمة، كم اعتقوا ومحكوم من عقب تعزير، كم اكسبوا ود القلوب الرحيمة على هدى رحمة ولي المقادير. هذه مساعي رافعين الظليمة، بالمجتمع لهم من الحق تنوير. واحد يقدم جاه وآخر نديمة، يبذل جهوده ما يحس بالمخاسير، في صف واحد والنوايا سليمة، للطيب والمعروف من دون تقصير. مجهودهم دين ومحبة وشيمة، إحساس عطف وطيب خاطر وتقدير. وإصلاح ذات البين لجنة عظيمة، واللي يدعمها يكسب الأجر والخير. لا أنت قبل أنسى قصيدتي اللي أنا كاتبها حقيقة البارح فيك، يوم نويت أجيك. لهان راسك يا زعيم المناعير، يا الوافي اللي ذاع مجده صيته، بك من كرم حاتم وبك سطوة الزير، شامخ ومرقاب المراجل رقيته. بك من كرم حاتم وبك سطوة الزير، شامخ ومرقاب المراجل رقيته. ابشر بعزك بالظروف المعاسير، من صاحب يفزع اليام من نخيته. يجي ويلقاني لضيقه تباشير، وانا ليضاق المد الرحب جيته. على الوفا ما هي صداقة دنانير، والطيب ساس ومعدن الرجل بيته. عسى فداك اللي جدوده مشاهير، ونحسب انه مثلهم لا لقيته. كنت اتخيل بالسيوف البواتير، صورة مبادئ صاحبي لا دعيته. وكنت ارفعه واسمع وصاياه واشير، وعليه لشفت الخطأ ما رضيته. ودار الدولي بالدهر الله أكبر، يا النوايا المغاتير اللي زرعته بالوفاء ما جنيته. دار الدولي بالدهر والمقادير، وصحيت من كابوس ليل سريته. أنا مبداي هو مبداي ما قف وتأثير، طبعا ورثته شمت به واحتميته. ما يلحقه من جور الأيام تأثير، وانضاق بصدر الخوي ما رثيته. وسلامتك. حقيقة أهدي قصيدة شيوخنا الشعلان بيض الله وجيههم، سموني شاعر العليا، والرولة قبيلة كبيرة
وربعي الشعراء الرولاك أفتخر فيهم، وحنا مكملين بعض. فكان موضوع كتبت القصيدة هذه قريبة لنفسي، هي آخر مشاركاتي، وأتشرف بمقابلتكم حقيقة، وأتشرف تسمعنا وسمعنا النحاوي، وبيض الله وجهكم. والله إني غني مرتاح في كل حال، دام كنز القناعة غير كنز الفلوس، في خيالي جواب ما لقى لها سؤال، بين ثقل النفوس وبين طيب النفوس. يا شمال الشموخ ويا صدور الشمال، شف بالي بعيد وفكرتي عي طموس، كم طوى من مسافة والأماني خيال، غيمة الغيث ما جابوا خبرها عسوس. شاعر بين حلم وبين يوم ارتحال، يلبس الغيم بشت وبالفيافي يجوس، لا وقف في مكانه بالبيوت الجزال، في وقوفه شموخ وفي حروفه دروس، يكسب بطيب فزعاته قلوب الرجال، لو صدى الصوت غايب والزمن حد موس، يحسب انه بنى في كل بيت ظلال، عن لهيبه عن سموم الهجير وعن لهيبه الشموس. ما أقدر أن الوفا والطيب كلمة تقال، أبعدي المعاني واقربي يا هجوس، العرب ما تحطه للردى راس، يحسب انه بنى في كل بيت ظلال، عن سموم الهجير وعن لهيبه الشموس. ما أدرى أن الوفا والطيب كلمها تقال، أبعدي المعاني واقربي يا هجوس، العرب ما تحطه للردى راس مال، لو عليهم يشن الوقت حرب ضروس، أعرف اللي عليها الطيب صعب المنال، وأعرف اللي على روس الأفاعي يدوس. علموا بشت من لا يرتكي للثقال، أنها بشت في معلاك كوشة عروس، علم وروس قوم من مثل شم الجبال، علموا أعرف اللي عليها الطيب صعب المنال، وأعرف اللي على روس الأفاعي يدوس. علموا بشت من لا يرتكي للثقال، أنها بشت في معلاك كوشة عروس، علموا روس قوم من مثل شم الجبال، البيارق بالمواقف تهوس، كل حر يروم المجد ذله محال، لو تلون بوجهه كل وجه عبوس. قالها شاعر العليا بصوت الشمال، دام للمجد دام للطيب ساس ودام للمجد روس، افخروا يا رويل ومجدكم لا يزال، ما تموت الكرامة لو تموت النفوس. وسلامتكم. بارك الله فيك. لا هند صح الله لسان شاعرنا الكبير شاعر العليا الشاعر منصور الرويلي، وانتقال إلى الشاعر الكبير. نبي نسمع منك قصيدة وابشر، ما عندي مشكلة. أبعطيكم قصيدة بس طويلة شوي، ما هي حنا نبي نسمعها. وسلم على رسول الله. اللهم صل على محمد. ما أقدر أعد الله ونوادف. هذه قصيدة قلتها بعد ما شاهدت بعض من الأمور وجرت بعض من الأمور، فالقصيدة حاوية جميع الأشكال، الطيبين اللي مثلكم شرواكم، والرديان كرمكم الله عنهم، والجار وابن الجار والجارة والخوي والضيف. يقول سميت بالرحمن وبديت ما خفى، من شذي جلات الرعود ما خايله، سبحت بسم الله وجللت عظمته لا إله غيره، كامل فيكم مايله، من بعد سر المعتلي جاي بالمطر خذيت، من زين المثايل لساني صاخرها، وفكري يقود أخذت جوهرها، ونرمي حثايل الله من قلبنا همومه حده يجفي ويجبل به، النشف من بلايله هجسن يوديني وهجسن يجيبني، وهجسن على قصر الليالي مايله سوتني الايام بما اجتلحش بلاي مكنون المعاليج شايله، حسبه كردقه مظل مدقه والهم، اما الحي الضماير غلايله، فكرت بالدنيا كفى الله شرها دنيا على الاجواد بالشين مايله، لقله حزت واستفزت بجورها منها صليب الراي، قطعه عقايله وفيها الرديه الخال ياخذ ياكل مدها يعطي تمد عطوات بليه مهايله، وفيها الردي ياخذ ويعطي مدها تطيح عطوات بليه مهايله، وفيها صليب الراي يكض عبرته عليه بقعه كل يوم من تهايله، وفيها صليب الراي يكض عبرته عليه بقعه كل يوم من تهايله، وفيها ضراوي الله يحشمكم ينبح الجار والخوي هيهات، يا دنيا عن الدرب مايله، والذيب ما حصل عشا في دقاها من حر وهجها بلتها هبايله، وفيها الثعلب متسيطر في ديارها لو كان في ظلمه أكثار دلايله، والحر فيها ينهض الريش بالهوى مير صلفة الهبايب تهايلها الأنذال مثل النار تحرق قريبها، والأجواد
مثل الغيث كلني خايله والانذال، مثل المحل يجلب الهزل والاجواد، ربيع ساثرات فضايله والانذال، مقع عوسدات سار جنها والاجواد، غار مايلات ضلايله والانذال، ظن خيب الله ظنها والاجواد، علم واكدات دلايله والانذال، عود ما تعدل عوقته والاجواد، سيف ماضيات صقايله والاجواد، عد كل من جاه يرتوي والانذال، الرس يابسات ثمايله والانذال، يا قربتهم عفت قربهم والاجواد، قرباتهم اكثار فضايله والاجواد، ستر لك اللي اصاب كالعرى والانذال، ثوب بينات سمايله والانذال، ما يلجون يا صاب كالبله والاجواد، يلجونك وليدين طايله والاجواد، يلجلون القهر ميل تدهر والانذال، ما تجل لها يبغى لايله والانذال، ما فيها ملاذ عن الزمن والاجواد، ريف اللي تقصر زمايله والاجواد، وان حيلتها جبت خيرها والانذال، حصنيا تعجز محايله والانذال، هم الانذال لو طال الدهر والاجواد، لو صال الدهر في صقايله والاجواد، هم الاجواد هم خير تلمله تندي، اللي يشح البخيل بحلايله، ما يخيبون اللي نصاهم مدهن تندي، يمانيهم مدت فضايله والانذال، يا نصيتهم خاب ظنهم يعطونك عذرا، ما تبلل بلايله يحلفون بالمعبود ما يجودونها، ما خافهم اللي مره قدون، سايل هالانذال هم الانذال، لزل وقتهم رجالهم بالطيب، تنقص خصايله لا خافهم الله ولا استحم من خلايج زوجيهم، مغسولة من جمايله ضحاكة بالوجه لا رحم حيهم من شار في عرضه، اللي يقفت زمايله همازين لمازين بل سذب والمكر، ولا شافهم الخله تكشف ضلايله والاجواد، ما تكشف ضلايل استارها شافهم ولا شافهم من سترة خمايل هالاجواد، ستر العيب والاجواد ستر العيب، الاجواد ستر العيب والميل والبلل سايلم عنها، ولحد بسايله والانذال ضعف تفرح برزيته، ليله شاف الميله تهيلي بهايله فيه مرده وزلت الزده والنميمه علومهم في الرده معفي شايله، ينشون ما بين القريبين الا علم يولف، بين الاثنين قايله بل سذب والنمات ينشون نارها، يقولون قال فلان وفلان قايله، والاجواد ما يشيلون كلام كالذي ما شالم الكلام، ما شلم الكلام قاصر وطايله، ما شلم الكلام لو قلت بالخجل، لو كان كبر جبال في فوايله، لازم يسوون الزعل بعد هالرضا منهم الحقد، والغيظ تجزي الجزايله، يسوون طلاب الى حق طالب هالاجواد، لا الاحسان والخير نايله، هالاجواد طيب ينعش الراس ريحه والانذال، شري علقم في حثايله والانذال، صبخا ما خبر من نزلها والاجواد، الاجواد الانذال صبخا ما خبر من نزلها والاجواد، علم واكدات دلايله، هذه وصوف الاشياء جاهل بها، والانذال علم ما تصمل صمايله، هذه وصوف الاشياء جاهل بها، الانذال علم ما تصمل صمايله، وصيك وصوف على المجد والطيب والظفر اعطيت ما خفيت، والعلم قايله واعطيك من نوع من الشعر ثاني تجمل من الثنين، وتلقى فضايله، وصيك بالوالدين يا طيب الذسر ابوك امك لا تخيب جمايله، يا مسهرم عليك في مظل مدجه واعطوك ما كنم عنك، من فضايله يبون كتبر ترجع جميلهم جمالة من عندكم من مثايله، روف رحوم بحالهم يوم رققت وحذراك، تنهرهم كلمة حثايله، لا يعجبك رب على العرش مستوي وخالز الدنيا ويعلم زوايله، وصيك بحق الجار والضيف والخوي الضيف حقه أكمل فيك مايله، أوصيك بحق الجار والضيف والخوي الضيف حقكم لم فيكم مايله، ليش يعذسرك برده بسير تلمله تصير على افواه المخاليج قايله، كل يوصوا لده لا يصير مثلكم لا تصير مثل فلان، دفنت نثايله وحق الخويه طيب العرف والوفا قدر خويك، لو تجي منه مايله يبد من يوم تفرق بشملك ما حد مشى جنوب، وواحد شمايله يبد ما يذكرك في طيب الذسر يذكرك على قصين وذن قبايله، وصيك بالجرات واللي يعيب هالطوع عن نفس الخبيثه، أما نايل النفس يطوعتها ما تردها مشيتك مع درب كبار في شايل، هالجار يطيب لها الحق والوفاء اصبر على عوجاه، وادمح خمايله ولا يشتكون صغار هم من صغاركم للطوع الجاهل، لما كان قايل هالجاهل يا الممدوح عدو نفسه ما عاد يدري عن سموم وقايله، اصبر على جارك ولو مال ميله صبر المهدي يوم سثرت هوايله، يوم جار بن جاره تجرع مرارها صبر على ما تقول هايله وهايله 8 سنوات، الصبر يرجل واللي ولا خاب من يرجل واللي ثم سايله، فرجل هاللي بقدرته ينشي المطر وقفت رحايلهم وقفت رحايله، يبد ما ينطوي البعد بينكم وتبعد نزايلكم وتبعد نزايلها، اقولها وانا اوصي نفسي مثلكم، الله يجنبنا لهايم ملايله، وسلم على المختار يا سامعيني عدد مهل المطر من همايله، وختم تبغي ثن دم جل يصد وتمت بسر اللي رجينا فضايله، وسلامة الجميع. صح لسان ابو غانم الله يبيض وجهه، من قال يعيش ومن يسمع، هذه معلقة وعلى البحر الهلالي الله يبيض وجهه، أو من قال ودنا إذا فيه من الأخوان برضه عنده مشاركة يمكن مشي الميكروفون مشي أكيد إن فيه، أنت أبخص بربعك عندك جارك ما يحتاج،
أبو غانم. أبو غانم نبي مثل يقول فاصل وواصل، نروح ونرجع له. أي الله هنا سلمان بن عبد العزيز أجزم جزم أن الملك سلمان بن عبد العزيز ملك حزم ملك حزم ملك حزم، هزم حشود الرافضة والإنجليز. لو المعارك من جنوبك إلى طريف، تبقى الثواب الدين مبدأ قبيلة، لحمة وطن ما هي بحاجة لتعريف، وحنا المبادئ والعروق الأصيلة، عاداتنا عادات وسلومنا سيف، تدريبها حتى العقول الهبيلة، وإعلامنا لولع النار بالليف، أقلامهم مثل السيوف الصقيلة. كل عز للوطن بعد خلاق الوجود، في رجال المنحنة غير في وقت الصلاة، الوطن في قمة المجد وانتم يا الأسود، سيفه اللي يحتمي كل شبر من ثراه، الوطن برقابنا له مواثيق وعهود، كل بالشدائد كلنا يا أهل العوجاء، فداه دام سلمان الحزم بالماقف الحاسم يسود، رفرف يا راية العز في عالي سماه، في يمينه صارم ما عرف غير الصمود، في يمينه صارم ما عرف غير، أعوذ بالله من الشيطان، في يمينه صار دام سلمان الحزم بالماقف الحاسم يسود، رفرفي يا راية العز في عالي سماه، في يمينه صار ما عرف غير الصمود، موقفه في ساعة الضيق ما يرضي اعداه، يلا انك تحمي الدار من كيد الحسود، في وجود اخوان نورهم طوعت العصاه، كل رجل يقرا الاحداث باطراف الحدود، ياخذ العبره ولا يحتاج تنبيه وصاه، الربيع طماح حساد وسياسه يهود، ضيع الله كل شعب هدم عز بناه، يا رجال دون هيبه كرامتها تذود، عزكم بايمانكم والولاء معنا الحياه وسلامتكم. أبو غانم عندك ما خلنا نبي نسمع منك، خلي يوم يلا جابك الليلة نبيك أنت. هذه قصيدة وكادنك صقار، وفيه من النشامة اللي يحبون الصقارة وهوايتهم الصقارة. به رجل كان هنيا يقال له مبارك بن زايد الأبو رحمه المنصوري، وانتقل من السعودية للأمارات، وشغلوه معازيبه هناك وحطوه بالرقوق في البحر، يشتغل شهرين ويطلع 15 يوم. عقب ما كان بهذا وكان صقر وراعى باعر وراعي غنم وبيوت شعر، انحبس بهالبحر وبهالرقوق. جاه له واحد وسعى له، عينت الامطار وعينت الخير، قال والله الارض توها بديت بالخضار هالحين، قال عينت الصيد، قال والله الحباري واجد، ولا كان عندنا واحد قال له سلطان النحاوي الظاهر ما توزع حبار الا بحالجه. قال متى تبي تروح؟ قال باكر. قال انتظرني بعطيك ال5 أبيات وصليه. ارسل مبارك بن زايد المنصوري 5 أبيات، الرجل اللي هو ارسلها معه لحقها بيت غزلي اللي والله ما ترهم، مقناص وغزل ما تجي. الاخ مبارك يقول ما يجرب ديار ربعي غير جاباني، 24 صباب مسول له، اليمن هوا مع طلوع تقل شيهاني، يوم ادرك الصيد بجو تبين له، اليمن كفخ بالجناح ومضربه زاني، شل الثنادي واللي زدمها كلها، اليوم زد لي على الروحات شفقان، يا بالسعوديه والخط ندله، نبي نسلم على القرم سلطاني، لعل الوقت القنص ما فاتنا حله. هذا اللي هو ارسل. اللي لحج عسى يذكر صاحبي خدر الاعيان، اللي رحل وانتحم تقول راح مدله وانا داري. لحقها الرجل يرست معه، لحقها البيت هذا ما هي منه هو. يوم جاني القصيده وجاني البيت ذا رديت على الاثنين كلهم. قلت قبل نرد المثل واقول الالحاني، سميت باسم الكريم وقلت بسم الله، ما في سلطان غير الله سلطاني، خلقنا خلق هالولي يسكن تحت ظله، سبحان من بمره يدير لنا الاكوان، من العدم للوجود احيا وكون له، بعظمته وقدرته يغيث الاوطان، ينشا مقاديم نون غيثه، هلا من بعد السرل واللي غنيت الالحاني، هذا تشجون النحاوي مره في زله، حييت يا شاعر بلقاف وفاني، سمعت بعض البيوت أو صرت بالله شاعر وماهر وزود العرف فناني، يترك ضعيف المثل ويفاخر بجله هرشل، ينقول انشتم القرم سلطاني، لعل وقت القنص ما فاتنا حله، والله لو جيتني يا ذرب الايماني، يا الطيب اللي مثل شرواك شور من يسمع.
والله لو جيتني يا درب الايماني يا طيب اللي مثل شرواك ما من له نخطرة العمر معجرد الاوطاني صيد ومزح وضحت وخوت فله في خايع خالي ما جوه رعياني غير الحباري تشوف رموس ما طله مع نشكر فاخر يبوس عيداني ليش شاف الخرب جاه الموت من ظله غطيان ريشه تقول سهم ديباني مسرولا ياخذ الطولين في جله ما هو بكفاخ وطلاع بوكداني اللي تلسبقه عطيناه المدى كله ليعتلى بس ما ثمجاك مداني بالخبطه الاوله والريش تدهله اللي ذبحناه هدينا على الثاني قدامنا نشوف الدارج تعين له ثمجيت في وسط روض وطر بزاني هذه طرة العمر هذه طرة العمر تقلى تخيل سويت زدر الحبالي فوق نيراني وزينت براج شايب جنبه دله حنا وربع شرواكم حنا وربع لهم بالطيب ميدان يا الطيب ميراث من خال وجد لها الكل منهم على الطولات شفقاني يبي لي حل ذسره قيل نعمل له هذا مرد 5 البيوت اللي جت يجي مرد البيت الأخير وبعدنا سجال قدم يا صقر حوراني إنسان ودك براع القذل هالهله رعى الهوى خابره من صاحبه واني خص اليسار محبوبه امصاف الا انسان خلك غدوبه نجع بدواني علي نذر اللي وصلكم ديار له وبالبر والله البلد نجيه ضيفاني وبسنت الله ورسوله وشايبه قله وعسى يحصل صاحبك مدعو جنا عياني اللي جعل ضامرك عده على مله وانا علي الطلب وانا اخوك سلطاني يجينها ساعه ما عليكم جود يجينها ساعه خل اللقى خله وسلم على اللي بعث في خير الاديان وختمتها في كريم الله شريك له وسلامه الجميع. يقولون عند المواجهة عيون الرجال حراب وانا لي نظرة في يشرفني مشاهدها اجي كل لها عاني لا اجي كل لها عاشق وادور للقبال اسباب علانية وفصادق على الموقف معاهدها واذا هابوا لقى الموقف اجي له صامل المهاب شروه الجيل واذا هابوا لقى الموقف اجي له صامل المهاب شجاع نمشي الخطوه من ابعدها من ادناها الى ابعدها. يا صاحبي ترزم نروض رجال ما عاد هو وقت الظفر والذيابه روح زمان التضحيه وقت الابطال الليل ظلمه والمرازق انهابه هذاك وقت جات من بعدها اجيال ياكل به التاجر فطور الغرابه. معليش اسمحوا لي في شاعر يقول كان الرجولة بالمظاهر والأشكال عز الله إني ما عرفت الرجولة فأنا مجريح على نفس المعنى وعلى نفس القاف. أي قبلها أقول قلت باعيل علكس بشعورك معاي لن ما به رجل يقف قبل لا يطيح فعلا أخطيت بس اعرف وقدر خطاي أنا ما أخطيت غير إني عرفتك صحيح ترى لو طحت ما خليك والله وراي قلت بكتبك ود واحفظك واستريح وانا عاقد بوجه الله ثم ممكن اعيد الطيب بس الطيب باقي بالبشر حي ما مات ترفع لها الرايه اليوم القيامه الله وضع له بالبسيطه علامات الدين والنخوه وصدق الشهامه ما نختلف رغم اختلاف القناعات ان الحميه عز قوم وكرامه وان المبادئ ساس والطيب وقفات وان الردى عيب وطريقه ملامه وان البشر خلقه شعوب ومقامات صنعت اله الكون مجري نظامه اللي خلق ساعي وراعي وشمات خلق عزيز وشيخ دين وزعامه الارض هي سكنه للاحياء والاموات الطيب غرسه والمكارم غمامه وفكر اللبيب يميز الذات بالذات ويختار مطنوخ يناسب مقامه اللي يزبن تزبن زبون المهمات واللي مدح تمدح زعيم الجهامه والمرجله ما هي مجرد دعايات مبدأ وفعل وقوباس وصرامه اخذت من بعض التجارب دلالات ويقنت بان الطيب صعب سنامه الا على رجل يروم الصعيبات اللي انتخلت تنحني كل هامه ولا الردي هيهات 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 فعله يناقض بالمواقف كلامه. انا اقول قلت باعيل علكس بشعورك معاي لن ما به رجل يقف قبل لا يطيح فعلا اخطيت بس اعرف وقدر خطاي انا ما اخطيت غير اني عرفتك صحيح ترى لو طحت ما خليك والله وراي قلت بكتبك ود واحفظك واستريح وانا عاقد بوجه الله ثم برجاي اذبح اللي حمل شعره بسيف جريح وين شعري لا منك تبني سواي وين صوتي مدام الشعر لفظه صريح ما تمديت وندرى بشر عن مداي لا
ولا هو اللي جابته كالريح، اختفى كل واضح، جيت أوضح خفاي وما يصح بكلام الناس غير الصحيح بينهم، كنت شارد من خلاي بخلاي، ولو بيتسبد وحدهم فلا من نطيح، دام به ذيب يعرف علتي وش بلاي، وعادة الذيب ما رد كثير النبيح يا خوي، وعرف عداك غير أصدقاي، لأن أصل الوفا عرق الرجال الفليح، طبعي أكبر من طبوع تطبع معاي، لا يهمك مسبة ولا يهمك مديح، كل ما طاح من نجم أخف السماي، وانت ما يمنع انك من عيوني تطيح. ارجع القصيدة. يا فاتنة لو جبت يا العشق كله، يا فاتنة لو جبت يا العشق كله، مثل السنابل والمطر والخزامة، عيني على بعد النظر مستقلة، لو اتبعت خالفت شرع النشامة، يا بنتنا لي نظرة مستقلة، لو اتبعت خالفت شرع النشامة، وانا دليلي غير كل الأدلة، أدل وان ظليت دربي تعامى، قلت أحبك واعرف الحب علة، وصدري ضلوعه من زماني توامى، عز الغرام بداخل الصدر ذله، لصارت أطفال المشاعر يتامى، كم قلب حي من الغرامات كله، وياما قتيل من الغلا حي ياما، والدمع لا يمكن عن الحب هله، مالي على دمع المحبين لاما، للحب مله للغدر ألف مله، وانا ملؤل من الهوى والغرامه، انا بدوي والحب كاده فله، ما بيه واعرف كيف اشم الخزامه، تسني عقدت الوضع ربي يحله، وتسني دفقت الماء بحوري تزامه، اموت واقف ما اعيش المذله، واغيب حاضر مثل كل النشامه. قصيدتي المجراه لسليمان المانع. سليمان المانع رمز من رموز الشعر، ولكن هي على المعنى. سليمان المانع يقول: كان الرجولة بالمظاهر والأشكال، عز الله إني ما عرفت الرجولة. لو كل قول يمسك لسان، طبعا حصرية لقناة الشامخ، وعلى راسي يا أبو مرشد وعلى راسي الحضور. لو كل قول يمسك لسان رجال، ما كل ما يطري علينا نقوله، يا ضايع بين المعاني والأقوال، كنت أحسب إنك تفهم اللي تقوله، بالشعر تضرب برد زيف الأمثال، وانت الذي ما فيك ذرة رجولة، يا مدعي قول انكسر قلب رجال، نجمة ثريا يا ثرى ما تطوله، يوم انت ما تملك من الطيب مثقال، هذاك لجل الطيب يا ما عنوله، الوافي اللي ينشد الحال بالحال، ما يجرحك بالأسئلة من فضوله، لولا المواقف ما نعرف كل رجال، الفرق باللي نادرات نفعوله، اللي يزبن تزبن على طيب الخال، فرح الضمير اللي من الضيم جوله، اللي معك بالجاه والحال والمال، وتضرب بها الأمثال عند المقولة، الفعل يبغى له صميد قرم من مجرب بلق نادر عيال، لصار حولك كنت اسندك دولة، الفعل يبغى له صميد عليا قال، بالفعل يثبت واقعه مع مثوله، ما هو من اللي لا تجمل ولا طال، حبل المراجل عالي ما يطوله، خله على يا ليل يا ليل يا لال، نشوة نديه من شاع دمه كحوله، ذاك الذي طيبه مع الناس بمثال، واقع فعوله عكس ما هو يقوله، شاعر يغني له من الشعر موال، يوم انهم من غيهم صف قوله، هو يدعي نبل المبادئ ولا نال، ومثل كثير اللي تعرى ميوله، بينه وبين الطيب ابواب واقفال، ولا كل باب ينفتح بالسهولة، للشعر وجه لونه أسود من الشال، لصار يطعن بالخفض الزولة، رجال يسوى بالمواقف له رجال، شرواكم رجال يسوى بالمواقف له رجال، ورجال ما يسوى مواطي نعوله، يا صاحبي طالت على كل منوال، كثير ناس يدعون البطولة، بس البطولة بالمواقف الأبطال اللي بهم طبع الوفا والرجولة، ولو انها يا صاحبي رزة اشكال ولو انها يا صاحبي رزة اشكال، تساوت الانذال وابن الحمولة، وبيض الله وجيهكم. الله يبارك فيك. اولا نشكر الشاعر منصور الرويلي راعي العليا، ونقول صح لسانك ولا هي غريبة الجزالة منك، انت تقول الهقوة وطلعت لي قصيدة يقول الهقوة هل منزله بين الكواكب والنجوم، سود الليالي يخلف ان الهقوة هو منجومها والعرف وهبه من عطى المولى، وقسم من القسوم والرابح اللي نيته ما يختلف مفهومها، يا كثر لا طلعت ما في الجو من طير يحوم، لكن يا قل الطيور اللي يشدك حومها،
ويا كثر ما في العالمين من العوايد والسلوم، لكن يا وين الرجال اللي تحفظ سلومها. أشفق على الطيب وعزه واحترم سمح القدوم، وادخل بسوق الطيبة وقف لها وسومها، وازعل من الزلة ولا ازعل كان جات من الرخوم، واشرح على بعض العرب ولا عرب مالومها، واشرح على بعض العرب ولا عرب مالومها، وخوة رديين المصالح لو تطول ما تدوم، كذا كذا والناس يسترهل ولي بهدومها. اسلم يا ابو غانم. من قال سالم. والله ابو عبد العزيز سألني من شوين عن قصيدة وتكررت كثيرة. هذا كنا في الكويت قلنا حول 6 سيارات، وجانا رجل قال ابي اروح الحايل رايح جاي، قال مبلف، قال لا ابى اعطيكم 800، قال لا، كل واحد جاه له رزقه ومشى، بقيت انا قلت انا اوديك، وهو يطالع بي قال انت بتوديني؟ قلت ايه. قال انت معك سياره؟ قلت ايه. قال وين سيارتك؟ قلت هالونية الوازف. قال وغد نطرح ما وصلنا الاطراف، وهو يزفي وانا زعلت والله، واجي واجلس حام خذ له شوي وجاء معود، قال مشينا. قلت وين؟ قال الحايل. يوم جت الساعه حوالي 10 وجينا الساعه 8:30، قلت ب 1200. قال طيب انت مش وين تقول اوصلك ب 800؟ قلت هذا قبل اصير وغد، الحين 1000 اللي قالوا لك الرجال و200 عن الوغد. وهو طالع بي وهي طالع بي، قال مشينا. قلت مشينا. حنا نمشي يوم دخلنا الحدود وانا ارتسلك عليه تخبرون نبير الفرت ما يجزف، ما هو ثابت، يحذف اللي صار على 130 على 150. ويوم منه الرجل ما ادري هو طالع وشاف الشجر يتطارد وهو يطارع بن بير اللي ولنا على 150، قال على مهلك على مهلك، الظاهر ما احنا واصلين حايل، على مهلك على مهلك. قلت لا هذه سواق تلغط طال عمرك، قالوا لك رجال بس على مهلك. اي والله يوم جت الساعه 10 بالليل وحنا داخلين حايل او الساعه 9، اي والله نرجع على شيشه الشومر ونعبي نفلل الونيت، تانكي الظهر وتانكي الجنب وتانكي بلاده، وحنا نمر على يمانيين عنده فول. وش عندك من عشاء؟ قال عندي فول وعدس. كل واحد خذ له صحن فول وعدس. نروح لشعيب حايل بطحه حايل وحن نمرح. يوم جاء على الصلاه ونمر يمانيين اللي والله قال ما عندي الا فول، قلنا عطنا فول. يوم كلا له صحن وحنا نروح. يوم طلعنا عقبنا اجا كله وطلعنا على ادهام. قال وظف ترى سألني قال انت وش اسمك؟ انا سألته قلت انت وش اسمك؟ قال تبي اسمي بالكويت ولا بالسعوديه؟ قلت لا بالسعوديه. قال اسمي محمد. وانت وش اسمك؟ قلت تبي اسمي بالسعوديه ولا بالكويت؟ قال لا بالسعوديه. قلت اسمي سلطان. هاي صحيح اللي قال لي اعطيته ما قال وظف. والله حنا نوظف. يوم وقفنا وهو يطلع له دربيل اللي تقول انت ذاك اللي يمد ابو عين واحده الماني الظاهر والله، ويدرب اليوم دربل وهو ينزل الدربيل ويطالع بي. قال خذ دربل. قلت وين؟ قال على هاك الحجوم ذيك. وانا دربل. قال تشوف شين؟ قلت اشوف لي بعر نوضح عندها مره. قال نبي المره. قلت ننهبها. قال ننهبها. قلت ننهبها وانا اعطيه دربيله وانا اعطيه 2 وانا اشلعه. يوم قبلنا على المره وشافت البنيت ويتعشق تبي لها حزي من على يسارها وانا حدها عن الحزم اجي بينها وبين الحزم وهي تنصف تزلبل. قال وظف وهي طبح. قال يا هجاعه وهي تزف تكص محلها وهي تلتفت. يوم شافته وتجي معوده ويتسالمون في اليدين يتنافضون اليدين ويهرجون الهرج اللي انا ما سمعت، ويجي وتجي وراه ويركب عندي وهي تركب على الباب. قال من راعي تلبل الثانيه مرينا راعي تلبل. قالت احفظ يلبل لين تصل حاله ولا تعلمين مالله المغرب، واللي يسالهم عني يقول لي راحت مع رجلها، ذرها رجلها ولا عود معين عليها 3 سنين مخليها تسرح في البل. قال سلطان. قلت نعم. قال حط رجليك فوق بعضهن تكفى. قلت عندهم موتر. قال عندهم المجمس 69. قلت لا معثور ما عليك منه. حنا نشلعه وحنا نقول به وعلى النفود على الفويلز على عرز الأجزام ومظهور وهاك الديار وعلى الدهنا. يوم غابت الشمس وحنا طالعين من الحفر ما وصل الشعيب هاك الحين
يوم طلعنا جوعة هوعة ما عدينا فولنا اللي صلاة الصبح. يا والله الراعي هاك الغنم حننزل عليه عندك ذبيحة؟ قال ما عندي الا تيوس. قلنا عطنا. يجيب هاك التيس بكم؟ قال ب 46. قلت هذه 50. قال ما عندي فكة. قلت هل كلها نحذف تايسنا بظهر سيارتنا. والله يوم دخلنا الكويت حول الساعة 8 دخلنا حدود الكويت وتعديناها شوي وأمنا وحنا نوزف وحنا نذبح تايسنا. حنا نصلخ التايس نعلزه في الوريت ويتجمع لنا الحطب وناكل تايسنا. والله حتى ذني كليناها. اي والله جوعة ثلاثاتنا. اي والله طبينا الكويت ورجعنا على هاك العشتين. قال نزلني وباسر العصر مر علي بهذا. قلت خير ان شاء الله ونزله رفيدته ونروح. يوم جاء العصر اي والله ومر عليه لي والله انا جالس ويقوم الرجل ويعطيني الفلوس. تخبرون فلوس العجز اول اللي ملفوفه بخيط بارم من الرجل واستحيت لا افكن عنده وانا احط المخباتي وانا احرج. استحيت حيا والله. يوم ابعدت وفكيت من 1200 انا والله ما طلع يلا باخذ عليه 800 لو واستحيت لا ارجع عليه. قلت اخذت هجاعه من الدار الشماليه ومن دار حايل قلعتها يم الاطراف من فوق فرت اللي منها مشاميه جلد الهماليه. اخذت هجاعه من الدار الشماليه ومن دار حايل قلعتها يم الاطراف من فوق فرت اللي منها مشاميه جلد الحجر بالكفر قدام وخلافي. يوم ان محمد نوانا بالمحزريه ما يدري الناس باع الموت هجافي يم قطعنا ديار انتخل فنيه فيها شقيع الرجال يصقيه خفخافي. وسلامتك هذه القصيده اللي انت سالتني عنها. الله صح ابدان صح الله ابدانكم. جاء بهلغز يقول سوي خلي وحنا جلوس من بيننا وانت عاداها لا تباع ولا تنشرى بفلوس واللي هجعنا لقيناها. ما يحتاج ما معروفه عز الله نحلها. بيه قصيده بورنس بن شعلان رحمه الله. ولو كان القصيده والله اني ما جيدها كلها عندما نصيته لامور ان ما أقول بديت بسم الله فرض 5 الأركان وحده ولا غيره رجيب عليه. ومن بعد المهم يقول اليوم جيتك عاني نبن شعلان تقطعت 7 العربي دي حيث أنت ملجأ يا سلايلك حيلان يا ابن الشيوخ اللي على الجاهلية. فزعلنا فزعة محمد الوطبان اللي ذبح بثرات 9 و100. اليوم جيتك يا حاجة ذرب الأيمان بل ترك ربعه وكل اللي فيه. اللي آخر القصيدة والله اللي رسمهم على الخير فرسان يما أخذوا من مهرة معنقية. والله هذه اللي أعرف من القصيدة 45 بيت. يوم عديتها عليه وهو جالس وهو يقوم قال ابشر بالعز وانا جمال حصة وش مقصودك؟ علمه واخذ عنده سنة وعقب استاذنه وروح واحول على عيادة الصديد على هاك الربع. الله لا وتسمحوا لي بعض عاد الامور. الله نبي نرجع لابو ابشر بارك الله. هذه تطلبني اياها وانا ما احب هالقصيده منها بيتين. نافق تعيش وجامل الناس تنحب بيع الضمير تشوف كل يجي لك. هذا هو المنظور في وقتنا الصعب. اما تزيل الصدق ولا يزيلك الصدق ما لازم بعالم الكذب. حتى الطفل كذاب يلا دخيلك. كذا انكتب نعيش حاله من الرعب ما بين شك وخوف صبحك وليلك. نمشي مع التيار من وين ما هب واترك عنك من قال قلبك دليلك. نعشت في نية تحارب وتنشب والعاد تلقى بالأوادم خليلك. لهالعجب يا للعجب لا تعجب. من آخره يقول خطة صداقة تشبه لعبة صداقة تشبه خطة الحرب ما كسبت المعركة وش حصيل لك. نافق تعيش وجامل الناس تنحب بيع الضمير تشوف كل يجي لك. أحبك كثر ما يصعب على الشفة تحب الكوع. أحبك كثر ما يفرك نديم الهم مسباحة. أحبك كثر ما أحب الشمال بداخلي مزروع. أحبك كثر ما الباحة عشقها ساكن الباحة. أحبك كثر ما يروى ضماي من الغرق رطوع. أحبك كثر ما يشبه حنين الجوع تفاحة. أحبك كثر ما تطبع دواوين وشعر مسموع. أحبك كثر ما نسمع نداء بغداد وصياحة. أحبك كثر ما هل الكريمة طبوع. أحبك كثر ما أحبك ولا تسأل من أي نوع. أحبك كثر ما
حبك جراحها، أحبك كثر ما يصعب على الشفة تحب الكوع، أحبك كثر ما يفرك نديم الهم سباحة. المهرة اللي غلاها مجنون ليلة هيامه والغرام قتله، والحب يا أول أحباب رحيل ونزول. المهرة اللي غلاها يستثير الوله، اي والله هجزم اسميها الشرف والاصول. يسأل رجاها رجل عاشق وهي تسأله عن قصة للهوى قصة وشرح يطول. كانت شبه حلم، كانت حلم كان أوله، مبدأ كرامة نهاياته بداية وصول. جاب الأماني وود المنتظر وانشله، من غربة الظن انصاف الرجا والحلول. لو ما الوقت عليها الميل ما ميله، بينه وبين الغلا كل العمر ما يحول. عيونها العين تسكب دمع وتسيله، من نبع قلبا بخفقاته رحيل ونزول. في واقع حد حلمي للشقا ورسله يم الغلا، والحديث اللي بليا رسول. هي كيف جت حلمي يسكني بليا صله، بين انحناء العدل والاعتدال الميول. القاه لو افقد لي هيل ومهيله لعن بين الضلوع، وقام فكري يجول بالماقف اللي وشلون مهيله لعن بين الضلوع، وقام فكري يجول. المهره اللي تتل القلب وتعيله، العيون اللي حورها مكتسيه الذهول. شلف النواعس كسول نعاسها يوصل النعاس هاي مصيبه، يا النواعس خمول لا من تناثر شعرها للهوى. وارسله ليل انسجد للحرير وطاح عنده مثول. اللي تفرق ولمه متنها وانزله ليل الحرير المعنى المستهيم العجول. كنا الشاعب نحرها لانهمر ودهله برق رسم بدج نور الصباح الخجول. الحلم الابيض وبيض دروبها منزلها الله، يا المهره الصفر الجموح الجفول. حتى ولو قلت من حلو الكلام اجمله، للناعم اللي بخفاقي تصول وتجول. اجمل من الشعر لا، اكبر من الشعر والتصوير والامثله. انسانه اطهر من التوصيف مهما اقول. في إنسانة حقيقة أكرمتني وتواصلت معي وما قصرت معي بظرف. فأنا أقول من لا يشكر الناس ما يشكر الله. كم بنت شيخ عن 80 رجال تسوى الرجال اللي تبين رداها. يا مها بنت سديري يا أميرة، والله إني شاعر من عيال وايل. يا سند من لبدة عليه السريرة، يختم من هقواتهم فوق الخمايل. يا نزيهة يا نزيهة يا أصيلة يا جديرة، مدح من مثل فخر يم الجمايل. بنت من لا جابوا الأبطال سيرة، يذكرون اسمه من خيار الأوائل. غيوض غيظ الكل فتانة صغيرة، غيوض فيض الكل جزلات المثايل. والله إن الناس بالعالم كثيرة، ما يرقل اللي مثل هرجس صمايل. من سوب سعود الله يرحمه، من سوب سعود يستاهل صغيره. الله اللي ينصف عيال الحمايل، يحرم نايف ولا تصقر الجزيرة. عزت الله دوم عن مدح الهوايل، كل ما ضاقت علي وقلت خيره. أثبت الأمر بسيط وأمر هايل، والرجل لعال وقته من يجيره غير ولد أو بنت حلال الشكايل. يا أميرة حسن الأخلاق الكبيرة، مثل هداج النهر وسط القوايل. سيف باللعبون لو يصدى جفيره، يسند علم القصيد ولا تمايل. يا ما ناشت صدري سيوف شطيرة، والسلامة من عظيمات الدلايل. لو ما عندك فلس لا ما انتي فقيرة، يا غنية أصل وفصل ومال طايل. عدنا لما نخيت السيال أميرة بمر بالبيت وتخيب الرسائل. شرت لي بيت وارسلتني على تيوت وجيب جديد وبيض الله وجهك. لو تدعيني بمناسبة بعرعر ولا خارج الوطن جيتك وبيض الله وجهك. لا قصيدتي خصوصية لا والله من الحلال مرة انتم حطيتوني شاعر وانا ما شاعر، وحطيتونا بين قامتين، بين شاعر العليا وبين سلطان النحاوي. ما ادري شلون تبون اقصد. الله يبارك فيك. طلبا قصيدة غزلية وانا مقل ومقل بالغزل ولا دانيه بعد. لا ما عليك يا اخوي، انا قصيد هذه قبل 15 سنه بس انا نقطع منها. يقول راتب اللي يبهج البال في وقت المسيء. راتب انا عدو للكاميرا لو شفتون اعلامي، لكن سبحان الله ما عليك. راتب اللي يبهج البال في وقت المسيء، جيب حيث الجيب ساس المعزة والفخر، ومن يقصد بالجموس والهافات. هاي
فاقس الأشاصي وله من القطع الصغير في 3 حروف بالرمز والاسم اشتهر حلو مشيه بالفيافي ليشتد النبير وسط خيعانه به الطير والظب العفر وانضرب ردمية طيش رضامة كثير صوت تلقى على جانبه جدع الكفر. فاقس الأشاصي وله من القطع الصغير في 3 حروف بالرمز والاسم اشتهر أفرش الكبوت تايوت تصميم الخبير صنعة اللي بالصناعة وصل سطح القمر حلو مشيه بالفيافي ليشتد النبير وسط خيعان به الطير والظب العفر وانضرب ردمية طيش رضامة كثير صوت تلقى على جانبه جدع الكفر. التواير فيه واحد ضمين السبير حيث جاب مواصفات الامارات وقطر واندعست البنص تسمع الشكمانه صفير وانهدى يتقل يقرا من ايات السور هو منات اللي مع البدو قفاله عشير وحال من دونها طخاميس عذفه والحطر. يا رد سبته كوت تجزم يا لو دربك خطير ما يهمه نطحه النفذ ودروب الوعر يا ندي بحرس الجيب من قبل العصير ولا تولى لين تقف على بيت الشعر بيت ابو شايم تراه بالعرب بيت كبير ما خفاك النار يا شب من قبل السحر بلغه مني سلام حسن حظه كبير عد ما رفرف خيال البرقه وانحدر وقل له اني يا فتى الجود مهموم سهير سهمة العين يا مسندي صار السهر يا ابو شايم معذبا بالهواء طفل صغير ما لاحظت الشوف يا زيد غيره بالبشر عن قريب لا دقاق ولا هو بالقصير عود موزن قام يلعب على جال النهر والله اني ناسيه ما رن قلبي لين يحير غافل يا ملك حظ ناظري يما القمر وما كتب لك يا ابن ادم لزوم انه يصير والتحرص والحذر ما يفك من القدر. صح الزواج لا يسويك خليك كيف الحال؟ أنا ما في مشاركة لكن أخوي الشمري جاب له قبل شوي بيت عن الهقوة أبو عبد الله اي نعم وذكرني والله قصيدة قديمة لي بس ما إن شاء الله أن الذاكرة تسعفني. أقول يا كبرها هقوتي يا هلال من هقوة طاحت وأنا معتزي في طيب رعيها حتى الهقاوي لها مثل البشر كبوة وأنا بياض المشاعر صعب أخفيها جيتك من الهقوة المجروحة بهقوة يا منتهى شكوتي واخر هقاويها شفت الصديد زلوفي ملبوس هالجفوة يخفي رعود السماء والناس توحيها. هذا اللي عن الهقوة. وبي اختار لكم على بيتين لان انا والله يبدو لي اني كبرت بس وصرت انسى واجد. الله يبارك باعماركم. انا اللي اكتب دائما ولي قصائد والله خاصه القصائد الوطنيه لكن والله ما اسمي اسماء دائما اقصد يا اما بالدار او بالوطن او بهالشكل هذا. فالدار اقول حنا هنا يا دارنا ما تهونين انت هنا في قلوبنا في دمانا انت نبض ينبض بكل الشرايين وحنا ندور اللي يدور لقانا تاريخنا ما هو من شهور وسنين مبطلة آل سعود نعلن ولانا الدم يجذبنا وحنا أهل الدين والله على فعل المكارم هدانا والله ما نقبل أفعال الرديين تكرم عن أفعال الدناوة الحانة أهل الفتن والشر هاك المساكين اللي عليهم لعنة من سمانا كم استباح ودم ناس بريين والله عن القتل المحرم نهانا خوارج صاروا ضحايا شياطين وعن التقدم ما يعيق خطانا تدربوا ما بين لندن ورابين أهدافهم تضليلنا عن وفانا وحنا على عهد الجدود القديمين يزود معزود الليالي عطانا ندوس غبات البحر بالميادين أرواحنا فوق الكفوف تحدانا والدار تشره يا رجال المسمين تكاتفوا في وجه منه عصانا يا ما هزمتم دونها من سلاطين ويا ما رميتم دونها من عدانا هذا وطننا قبلة للمصلين من دون أعمار النشامة تفانا هذا وطننا يا رجال الوفيين وفي رقابنا بيعه ونعلن وفانا. صح بدانكم. اي والله يستاهل الوطن. والجوف كتبت فيها يبدو لي اخونا من اي نعم الجوف تستاهل. انا كان لي مراجعات فيها والله اراد اني اناسب تصير زوجتي الثالثة من منطقة الجوف. اي اسلم.
بديت أكتب قصايد. أتذكر أول ما رحت كتبت قصيدة حافظ منها بيتين، أقول أجمل عبارات المشاعر من الجوف للجوف، وأهل الجوف واللي وطاها، دار يوازي عشقها نعمة الشوف، ويزيد مع زود الليالي غلاها. ورجعت من الجوف بطيارة وخليت أهلي بالجوف، وكتبت بين السماء والأرض آلاف الأمتار، غابا عن التفكير وانتي حضرتي، يا ملهمة شعري ويا قلب صبار، في داخلي جو السعادة عمرتي. الشعر أحيانا له يعني، ويمكن يشاركوني، له فوائد كثيرة، من ضمن فوائده أنه يعرفك على رجال الغانمين شرواكب. لكن أنا أتذكر مرة كنت أنا مسؤول الأدب بجريدة الرياض، وجاء الله يغفر له الأمير نايف بن عبد العزيز، كان رحلة علاج، وطلبونا 60 رجال من مختلف، فيه من الإعلاميين، فيه شعراء، فيه مفكرين مثقفين وأدباء من كافة أطيافها، عن طريق وزارة الداخلية، عشان نقابل سموه ونسلم الله يغفر له ونسلم عليه ونتحمد له على السلامة باسم هالمجموعات هذه الطيبة. جيت أنا ولقيت قدامه قصيدة الله يغفر له، وطلعنا من عنده وانتهت الموضوع. بعد أسبوعين أو ثلاثة ولا واحد من أخواننا المسؤولين بالجريدة يقول تعال أنت وش مسوي؟ قلت والله ماني متذكر، أنا رجال اتخبر على السليقة على الفطرة، ما في عندي. قال لا، أنت مطلوب من وزارة الداخلية، مطلوب من وزارة الداخلية. وفي ذيك الأيام الواحد يخاف، يبدأ الخوف يعني، والخوف ما هو من الحمد لله العدل موجود، لكن الخوف وش اللي بيواجهك. احنا نكتب مقالات بالصحف وأحيانا نتجاوز بعض الأمور. وجلست أفكر، نسيت أني قابلت الأمير نايف وأن استلم القصيدة مني، والموضوع هذا ما خطر على بالي. قال لي المسؤول بالجريدة لا، راح وقابلها وشوفوا ايش يبغون، وإذا احتجت مساعدة ولا شيء كلمنا. قلت إن شاء الله أن الأمور تتيسر. طلعت أخذت الموزين وما قدرت أروح حتى بالسيارة من الخوف. الأمير نايف الله يغفر له كان له رهبة، حتى وحنا جينا قدامه وجلسنا معاه وكذا، لكن ولاة أمرنا وخاصة جيل أبناء الملك عبد العزيز الله يغفر له ويبقي عمر الحي منهب، لها يعني كاريزما معينة، لها حضور القائد المربك، مو أي قائد. فأخذت لي سيارة ليموزين ورحت لوزارة الداخلية. وزارة الداخلية مثل أي وزارة داخلية تفتيش، ويأخذون الجوال ويأخذون بعض الأمور إذا عندك مثلا يعني أجهزة أو شيء. جيتها قالوا، قلت أنا بدخل، وش عندك؟ قلت والله طالبني الدكتور أحمد السالم. قالوا وش عندك؟ قلت والله ما أدري. قالوا لحظة، في حنا جاينا خطاب. خذوا الخطاب ولقوا اسمي من ضمن الأسماء، حنا 3 الظاهر أو 4 اللي مستدعينا، ولا اللهجة تغيرت، يا هلا ويا مرحبا ومن الكلام هذا، حنا ندخلك بس ترى ممنوع الجوال، تخلي الجوال. قلت هالساعة مباركة، وشفت اللهجة ولا اللهجة طيبة، ما هي اللهجة اللي أنا كنت متخوف من أول. ورحنا أنا والعسكري، أخذني أنا ما أدل في الوزارة لغاية ما دخلني مكتب انتبير. المكتب وراه مكتب للدكتور أحمد السالم الله يطول بعمره. دخلت عليه والرجال اهتم وواجب الضيافة من الكلام هذا، وقال لي ترى في توصية من الأمير نايف لك، اطلب وش بغيت. قلت أبغاه سالم. اطلب. قلت والله أنا أبغاه سالم الحمد لله. وأحيانا شيء من الرجال وتربيتها وعاداتها يتكابرون بعض الأمور حتى لو كانوا بحاجة. فقلت لا أبدا الله يطول بعمره ويحفظه، أنا مجرد سلامي عليه هو المكسب لي. قال زين، وعطاني ظرف، قال هذا هدية من الأمير نايف وكل سنة تمر لك الهدية. قلت بيض الله وجهه من الكلام هذا وأطلع من عنده. لكن أبي أسمعكم القصيدة اللي قلتها بالأمير نايف الله يغفر له. رغم والله إن جينا عنده معانا من رفحة، جابوا صالح الشيحي وعلي مدري منه، جابوا كتاب ومفكرين وشعراء وإعلاميين. والله العظيم جلسنا نتكلم مع الرجل الآن تحت رحمة رب العالمين الله يغفر له. والله إن بدأ يتكلم وبدأنا نسأل،
بدينا نحس ان المعلومات اللي عندنا والاشياء والافكار اللي عندنا ما هي مجرد شيء عادي ما له اي قيمه. حسينا ان الرجل هذا رجل دوله، ما هو انسان عادي، وهو بالفعل رجل دوله. المعلومه دقيقه، حاضره، اللي ما يرضينا ما هو مرضيه. تكلمنا عن الاعلام ولا الاشياء اللي ما هي مرضيتنا ما هي مرضيته هو. تكلمنا عن السفارات المملكه ولا الاشياء اللي ما هي احنا نعاتب ولا نفس الحكايه هو يبغى افضل. ابي ارجع للقصيده، اقول: حي الله النادر سلايلك حيلان، نايف عزيز الجاه عال المقامه، استبشرت في جيته كل الاوطان، والارض لبست من فرحها خزامه. ما ادري وش يقول، من عرعر الى تهامه. حي الله النادر سلايلك حيلان، نايف عزيز الجاه عال المقامه، استبشرت في جيته كل الاوطان، والارض لبست من فرحها خزامه، والشعب هلابه ورحب وفرحان من عرعر الامجاد لاخر تهامه. حييت يا سيد هل الفعل والشان اللي على كل الفضايل تسامه، نادر احرارا من مواكير شجعان، فخر الجزيره من رجال نحشامه. ما ادري شو يقول لك في صدوره، الله يديمك عز من قلب ولسان، يا درع داره في الامور الجسامه، يلي مواقيفك على مر الازمان تاتي سريعه رد حازم شمامه. لو قلت بك من عذب شعري والالحان، مليون بيت ابيات شعري تزامه. المدح في شخصك تهامه كالامزان، وفي عودتك فرحه قلوب اليتامى. اهلا هلا مغرد الطير بالحان، واعداد مرده وزكيه السلامه. بالنادر النايف وبالسيف شامان، اللي بضرب الخصم قص العظام. صح ودانك. اخذت لي ليموزين وطلعت وافتح الظرف ولا فيه شيك ب30,000 ريال، الله يغفر له. والله ان الشيك يعني انك تخاسر انك تصرفه، كأنه عارف شهاده الشكر والتقدير هذه اللي ما الذهب. هذه من المواقف اللي في الاعلام احيانا الشعر يكون، وكثير من الشعراء. والمشكله احنا شعراء بلينا في الفتره الاخيره الشعر من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاعر له مكانته. الخلفاء من بعده نفس المنظومة، الحكام، شيوخ القبائل، الوجهاء، العيال، رجال الأعمال، كل الشاعر مقدر لأن الشاعر يحمل رسالة. لكن بالفترة الأخيرة كثر الشعراء بدأ الشاعر الحقيقي والله يهجر الشعر، وبدأنا نسمع بكلام ما يصلح. لا شاف الشاعر قال أرضه هذا ياخذ فلوس، هذا ما ادري. والله ابن عمك قبل يمكن 3 أيام و4 أيام جامع اخونا ابو خالد عدد من الشيوخ عنزه، منها ابو الهذال ومنها الايده وغيرها، والرجل كل فتره يجمعنا بمناسبه، والله اننا نحرج منه. قلت ابي انا لا خيل عندي ولا مال، ابي اكتب به قصيده اقل حاجه قدامنا. وقلت قدام الربع، قلت يا الربع تراكم تفهمون ان اكثركم يفهم الشعر والشاعر غلط. الشاعر ان اكرمته فهذا كرما منك، وهذا حق مجتمعه عليه. لكن حنا يوم نكتب الشعر ما نكتبه من أجل المادة، حنا نكتبه برجال البارزين اللي لهم مواقف، لهم أحداث، لهم منجزات. والله ماني خابر على مدى تاريخي، ماني خابر عفن رجال أحد قصد به إلا اللي يسبه. فشعراء لا يعني احنا نطلب منكم انكم تدعمونا. انا كشاعر اطلب مو لنفسي، بقيه الشعراء تدعمونا بانكم تنظروا لنا النظره اللي احنا نستحقها، وشايفين فضلكم علينا. الله يحفظكم. شكرا للجميع. ترى انا اقول الكلام هذا لا ندري ان اخوي السلطان يبي يوزعها. لا عنده ولدي يكفي عني. أنا عمر بن سلطان النحاوي العازمي. ما عليكم زود. أنا عندي قصيدة بالطيب والردي، تجي لها 4 بيوت 3 بيوت. الطيب مثل الطيب يعجبك ريحة، الطيب مثل الطيب يعجبك ريحة، ولا الردى مثل الخزمات دانيه. لا نصيت انصى الوجه الفليحة، انصى الشجيع اللي يعزازه مجانين. ولا الردي ظلتك انظل شيحة، الشيح وقت البرد ما تدرك فيه. سلامتكم. عندك نبينا عاد من هالسوالف سالفه وقصيده. والله فيه 3 أبيات.
جيت أنا وبندر الله يرحمه ومحمد العبودي الشمري، رحنا مع الشمال نبغى يمرم وهاك الديار. مرة ينالنا النديرة، وبالذات عدها كل أيام الحين ديرة، ويوم منا وزن الديرة اللي والله أن الموتر يوم منا طلعت له تقريحة، ويوم ولع نمشي بدون نور حنا في القمرة، يوم ولع على الطبلون لأن الحرارة واصلت آخر شيء وهو يطفيه وحنا نوزف. يوم فتحنا الكبوت اللي والله غاد له وحي خرطوش الماء من شك. قال أم اللي معنا ما يكفي، اللي بالتانكي ربع التانكي ما يكفي إلا دايتر. قلت أنا بروح يم العدة غدين يلقى دلو والله شين أملاه ويجيبها لكم وأنتم مرتبون. رحت يم العد، يوم جيت لو الجليب عندها هرجة وأقرب من الجليب اللي والله حري. أي والله، وأخذ عمامتي وحطها على متني. سلام يا عمه، قالت عليكم السلام، هلا يا غليل يا حليل هذري وريع. يا عمتي أنا عندي ذلول وهابت عيت تجي الماء، أبغى لي دلوة بأشتيها. قالت الدلو بعيدة وش بعدها؟ قلت فوق هالجال فوق. قالت لا عطيه يا زينة، عطيه زربتك أخف له. أي والله تعطيني زينة زربتها وحطها على متري واشريبها. يم الشمري والعتيبي يوم جيت نركب أم الخرطوش ونصبها اللي والله ما ليتنا لا دايتها. قال أنت منين جبتها؟ قلت والله لقيت لي حرمني هرجن، وقلت ذلولي هابت. قال يعني الونيت الذلول؟ قلت الونيت. أي والله، وتصغرني حسبني وريح، وأعطتني زربتها واحد اسمها الزينة. قال بندر الله يرحمه زربت الزينة غدا بها النحاوي، جابها طير شلول العتيبي. قال محمد العبودي يوم جانا سنها الحرة النداوي أنا خيت باللوازم ما يهيبي ما عليكم زود. قال بندر صبها بديت ترى الفرت السماوي في سموم القيض في حر اللهيبي. هذا والله اللي انا حفظت من قصيدتهم اكثر من ذلك، وسلامة الجميع. رجعت للزينة زرباتها وقلت جزاك الله خير والحس خير وتسبنا ومشاهين. الله عنده فيصل انت لازم تصير شاعر. والله عليكم يعلموني. حطنا غزلية. ترى اليوم السلاطين ترى ناصر المبلع خاف يحب القصيدة الغزل. ابو خالد هو شاعر. بس عنده مشاركات. ابو خالد يقول يا راعي الحيزة نبي منك الاخبار. والله اخبار. يقول شلون جوك يا عريب الجدود، ديارنا عقبك غدا تعج وغبار، اما تجي ولا زبلنا الحدود. قلت اخبارنا يلي تنشد للاخبار، رد الخبر ما هو علينا يكود. يا البارحه الممسى بطريف سنار والزابله يطرون عرز النفودي، ما غير جمس وجيب شاصي وفكسار وري الجهاز لا يكون الكنودي. الناس يا من مقتطفات. هذا بولو واحد يطويلين العمار رفيد زلي يوم مشاكل الاسهم، وكان ينصح أن يقول حط فلوسك بالاسهم واترك المقانيص والمكاشيت عنك، وارجع وانتبه لحالك وانتبه لعمرك واجمع الريال. وانا غادي مع دنياي وضارب اللي يدو، وانا وياه كلنا ضايعين. هو حط فلوسه بالاسهم طال عمرك، يوم جات نكبة الاسهم وهي تمسح كل شيء. هو يرجع مرة وياه سنة واحد. خلوك ولا طيوركم. الله قلت يا ابو هلا من هجوس تختلج بالضمير، بحال عزا والقصيدة هاض تبياتها من منهل يطخيمي بالمعاني بصير، من بين حجب الضلوع وبين لجاتها. من منهل يطخيمي بالمعاني بصير، من بين حجب الضلوع وبين لجاتها. ليتلاطم مثل موج المحيط الغزير، سبحت جم البحور وغصت غباتها، ورقبت راس الطويل النايف المستدير، وانزلتها بالقصار وروس قماتها. وانزان واد القصيد وصار عشبه نظير، قطفت ورد البيوت وجبت نقواتها. واليسريت الدجا والوقت برد وهجير، ماني بورد ذلولي غير مشهاتها. وانته تحيدة على المنكوس لي من عصير، تركز مناصيبها وتغز راياتها. والوضع من دون حشد الناس سهل ويسير، كم صنفوا
ولفوا وخلفتها قواتها مو من بحكم القدر وإن المقدر يصير والرزق مكتوب والعالم ونياتها. مو من بحكم القدر وإن المقدر يصير والرزق مكتوب والعالم ونياتها. جربت الأيام وأخذت الخبر من خبير ودرست في مدرسة بقعة وصكاتها. وأخذت ما أخذت واللي راح مني كثير ولا حس في النفس في شيء اليافاتها. المال ما هو مقياس الغني والفقير، الفرق في نظرة الناس وقناعاتها. سجتك للبر لا نسنس هبوب العصير تسوى رصيد الهوامير وعقاراتها. اللي يصفالك زمانك حسب قول الأمير اشرب قبل لا يحوس الطين صفواتها. الوقت لو زان ما يمن حي الضمير عذبات الأيام ما تمدي وناساتها. هذه نصيحة لك من مود خير، إن خدتها خير وإن عادت على أماتها. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. يلي ما جود إلا جودها احفظ وطننا وحدودها وانصر ضباطه وجنودها على الماجوس الحوثية. قبل توديع القوافي سلطان الجلعود سنافي. قبل توديع القوافي سلطان الجلعود سنافي. غيور ومطنوخ ووافي اخصاله طيب وحامية. غيور ومطنوخ ووافي اخصاله طيب وحامية. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. واختم أطيب سلامي على رفيع المقامي محمد خير الأنام راعى الكفوف الندية. واختم أطيب سلامي على رفيع المقامي. واختم أطيب سلامي على رفيع المقامي محمد خير الأنام راعى الكفوف الندية. محمد خير